من فترة كده ضرس العقل عندي التهب وتعبني أوي، فقلت أروح أشيله. فرحت أشيله عند دكتور صاحبي وكان بيتمرن معايا، فأنا وهو أصحاب أوي واخدين على بعض. فالمهم أمي أصرت إنها تيجي معايا، فلما رحنا عند الدكتور مع بعض قمت أنا داخل مسلم عليه وواخدين بعض بالأحضان وقعدنا نتساهل. فأمي لقيت العشم ما بينا إيه عالي أوي، فسلمت عليه وإزيك يا مروان وبتاع. ودخلت أنا إيه يبنج لي الضرس عشان خاطر يشيله. فامي بقى لما لقيت في عشم، لقيت بعد ما الراجل لسه يشتغل وماسك المشرط عشان خاطر يفتح الضرس ويطلعه، فلقيت الباب بيخبط وامي داخلاله. قلت له يا مروان، خلي بالك يا مروان وانت بتعمل له العمليه، يعني بص يا ابني والنبي وانت بتفتح كده الضرس تخلي بالك لو لا تفتح مكان زوره او تفتح في خده، فخلي بالك. وانا مش مركز، فانا ماسك التليفون التاني بلعب فيه كده وبعمل. وبعد كده ايه، اكتشفت ان امي بتعدل على الدكتور بتاع الاسنان اللي دارس 5 سنين في طب وبتعرفه يعمل العمليه ازاي. فانا ماسك كده قلت يا نهار اسود. قلت لها ياما، ياما الله يصلح حالك بتعملي ايه؟ قالت لي بقول له بس يعمل عمليه ازاي. قلت لها ياما الله يصلح حالك بيعمل عمليه ايه؟ ما تفضحنيش قدام الراجل. ما تفضحنيش. اطلع بره اما بعد اذنك.